مدريد تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء الأحد الوشيك، مبادرة مغربية موسعة وضغط أمريكي لتسوية النزاع. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد التي ستحتضن جولة جديدة من المشاورات السياسية المرتبطة بملف الصحراء، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة. ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة الكونفيدنسيال، فإن الاجتماعات المرتقبة ستنطلق يوم الأحد الوشيك داخل مقر السفارة الأمريكية بمشاركة الأطراف الرئيسية المعنية بالنزاع، إلى جانب حضور إقليمي ودولي يهدف إلى الدفع بالمسار التفاوضي نحو حلول عملية. ويشارك الوفد المغربي في هذه الجولة التفاوضية حاملا تصورا محدثا لمبادرة الحكم الذاتي التي سبق أن طرحها قبل سنوات كحل سياسي للنزاع. وتشير المعلومات إلى أن الرباط أعدت نسخة موسعة من هذه المبادرة تقع في نحو 40 صفحة، تتضمن تفاصيل إضافية بشأن الجوانب المؤسسية والإدارية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز نموذج الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. وقد ساهم في إعداد هذا المقترح فريق من كبار المستشارين الملكيين وعدد من الوزراء في إطار سعي المغرب إلى تقديم تصور أكثر تفصيلا وشمولا يعكس تطور مقاربته للحل السياسي. مدريد تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء الغربية الوشيك، مبادرة مغربية موسعة وضغط أمريكي لتسوية النزاع. سفير الولايات المتحدة لدى المغرب ديفيد تي فيشر يقف أمام خريطة المغرب المرخصة من وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تعترف بإقليم الصحراء في الرباط يوم 12 من ديسمبر عام 2020. سفير الولايات المتحدة لدى المغرب ديفيد تي فيشر يقف أمام خريطة المغرب المرخصة من وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تعترف بإقليم الصحراء في الرباط يوم 12 من ديسمبر عام 2020. تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية مدريد التي ستحتضن جولة جديدة من المشاورات السياسية المرتبطة بملف الصحراء، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة. ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة الكونفيدنسيال، فإن الاجتماعات المرتقبة ستنطلق يوم الأحد الوشيك داخل مقر السفارة الأمريكية بمشاركة الأطراف الرئيسية المعنية بالنزاع، إلى جانب حضور إقليمي ودولي يهدف إلى الدفع بالمسار التفاوضي نحو حلول عملية.